حاول تعمل الحاجات الأساسية، صلي في ميعادك لأن ده فرض، ولكن كمان لما هتصلي في ميعادك هتظبط مواعيد نومك ومواعيد صحيانك، هتبقى عارف انت بتعمل ايه طول اليوم. يعني هصلي الفجر، بعدها ب5 6 ساعات اصلي الظهر، بعدها بساعتين 3 اصلي العصر، بعدها بساعتين اصلي المغرب، بعدها بساعة ونص ساعتين اصلي العشاء. فيبقى يومك متظبط، وقتك متظبط انك تعمل حاجات ما بين الصلوات، فهيظبط لك نومك وصحيانك وهيظبط لك وقتك. وقبل كل ده فرض. 2، حاول ما تعملش المعاصي اللي ممكن تجنبها. يعني كلنا هنعمل معاصي وكلنا هنعمل ذنوب، ولكن في حاجات ممكن تتجنبها زي الكذب الغير مبرر والمبرر برضو. بس حاول الحاجات اللي انت ممكن تتجنبها ما تعملهاش. مش محتاجين ان احنا نزود ذنوبنا. ما تكذبش، ما تنمش، ما تشتمش كتير. يعني لما تتفرج على ماتش كوره ولا حاجه مش لازم تشتم، لما تبقى سايق ولا حاجه مش لازم تشتم، لما تبقى جايب سيرة حد مش لازم تجيب سيرته. فحاول تقلل من المعاصي الممكن تجنبها.